في جهاد في سبيل الله. انتم مش في جهاد في سبيل الله، انتم جهاد في سبيل محمد بديع، محمد مرسي، محمود عزت، خيرت الشاطر. ما ده لا علاقه له بالله من قريب او بعيد، لانكم قياداتكم انظروا اليهم كل يوم التاني بيكذبوا وبيعدوا وبيخلفوا. يجوا يقولوا مثلا لواحد بينتقد زيي اذا خاصم فجر. سلام. طب الم ترى اذا وعد اخلف، اذا حدث كذب؟ يعني انت ما شفتش دي وشايف دي وبتعتبر نقدي ليك اذا خاصم فجر، وتنسى ان انت كل يوم والتاني عمال توعد شعبك وتكذب وتخلف. يعني هي دي بس اللي فيها اذا آية من ايات المنافق. يا اخي اعدلوا هو اقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. خليك عادل في نفسك وحرك مخك وفكر وشوف. الناس اللي بتكذب عليا هيقولوا لك الضرورات تبيح المحظورات. هيقولوا لك اصل احنا بنكذب عشان نمكن الاسلام، لان هؤلاء طغمه شريره لا تريد الاسلام ان يحكم، لا نريد الاسلام ان يحكم، لكن نريد القيم العليا للاسلام والمبادئ الكليه للاسلام ان تحكم. اين العداله؟ اين المساواه؟ اين الحريه؟ اين تعمير الارض؟ هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها ولم منكم تعميرها. هو الذي اين المساواه ما بين الناس؟ الناس سواسيه في اسنان المشط. اين الحريه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ليه بتقتلوا الناس دلوقتي تحت زعم وتحت لافتة الاسلام؟ الناس في الشارع يا استاذه رانيا دلوقتي، المواطن العادي بيقابلني في الشارع بيقول اصبحنا لا نطيق ان ننظر الى وجود الدعاة. هو محمد حسان طالع بيقول ساهجر العمل السياسي وساتفرغ للعمل الدعوي، واعتذر للشعب المصري ليه؟ لانه لقى ردود الفعل على مواقفه السياسيه كان شكلها ايه؟ وجد ان الانغماس في العمل السياسي بهذا الشكل كان انغماس لدنيا وليس انغماس للدعوه. الناس كرهت هؤلاء المشايخ، هؤلاء الدعاة، اسقطوا هيبه الدعوه، اسقطوا هيبه الدعاة، اساءوا للاسلام ايام اساءه تحت افكار التكفير بتاعه سيد قطب اللي هم متبعينها. يعني الصوره مترديه، واللي بيحكمنا مجموعه تنتمي زي ما بقول لحضرتك مجموعه سياسيه وليست مجموعه دينيه وليست مجموعه دعويه ترفع شعار الدين فقط حتى تدغدغ مشاعر البسطاء، انما كل يوم التاني. يعني احنا لو فتحنا ملفات عن الاخطاء الخاصه بيهم هم الشخصيه والانسانيه لن نغلق هذا ابدا. لو كلمتك عن بعض شخصيات من الاخوان المسلمين قيادات في مواقع حاليه، وانا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لكن ارتكبوا مخالفات جنائيه يحبسوا من اجلها ويحالوا الى المحاكم الجنائيه، وبعدين يجوا للغلبان خالد ابو علم ويقولوا عليه ان هو كان بيرتكب خالد علم الدين عفوا، ويقولوا ان هو كان بيرتكب مخالفات وبيستغل نفوذه. نعم. طب تعالوا بقى للتانيين اللي كانوا بيستغلوا نفوذهم، نجيب ماذا فعلوا وماذا ارتكبوا. طب حدثني عن اموال جماعة الاخوان المسلمين، كيف جمعوها وفيما انفقوها. بس هستاذن حضرتك ثواني معدودة عشان انا طولت على دكتور محمد عبد الرؤوف عضو حزب مصر القوية للاطمئنان على ما يحدث في بورسعيد. دكتور محمد مساء الخير. الاوضاع في بورسعيد الان بعد يعني مرور ساعات طويلة على الحكم، وهل الاحداث يعني مجرد احتجاجات بسيطة ولا الاوضاع ملتهبة؟